السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بإذن الله النهاردة هنشرح المنهج كامل بتاع الجرامر للغة الإنجليزية للصف السادس الإعدادي بإذن الله. وهنبتدي بأول واحدة عشان ما اطولش عليكم، هو بالبريزنت بيرفكت، المضارع التام. المضارع التام بيتكلم عن حاجة أو حدث حصل في الماضي وانتهى وليه أثر في الوقت الحالي. حاجة حصلت في زمن الماضي وانتهت وليها أثر في الوقت الحالي. المفروض ان القاعدة بتاعتي كالتالي، هي بتتكون من subject وهيجي وراها have او has، وبعد كده ال past participle او التصريف التالت للفعل. طيب دي كده في الجملة المثبتة. طيب في الجملة المنفية المفروض ان هو برضو بيتكون من subject، بعد كده have او has، وبعد كده ازود not والتصريف التالت للفعل. طيب عايز اعمل سؤال، يبقى المفروض ان انا ببتدي ب have او has، وبعد كده subject، وبعد كده التصريف التالت للفعل. عايز احول passive او مبني للمجهول، المفروض ان انا دايما ببتدي بالاوبجكت واللي هو المفعول، وبعد كده have او has وبين، وبعد كده التصريف التالت للفعل. طيب ناخد بقى أمثلة سريعة على كل اللي احنا لسه قايلينه ده. فهاجي أقول مثلا في الجملة العادية بتاعتي، المفروض إن أنا هقول مثلا he has designed the building. هو صمم البيت، أو صمم المبنى. طيب عايز أنفيها، فهتبقى الجملة بتاعتي كالتالي: he، خلاص هضيف نوت عادي تبقى he hasn't designed the building. طيب عايز اعمل سؤال، يبقى هعمل كروس ما بين السبجكت والفيرب اللي جايين ورا بعض عشان اقدر اعمل السؤال بتاعي. فهبتدي بهاز he designed the building. طبعا سؤال زي كده الاجابه بتاعتي بتكون يا اما yes يا اما no، واعمل كروس عادي خالص وهاجي اقول yes he has، وطبعا no he hasn't. طبعا نفيتها علشان نو بتعبر عن النفي. طيب عايز بقى المبني المجهول بتاعي. خلاص انا دلوقتي فين السبجكت بتاعي؟ السبجكت بتاعي هي، عندي الهاف والهاز عادي، بعد كده المين فيرب الفعل الاساسي اللي هو ديزاين. طبعا الاوبجكت بتاعي كلها على بعض اللي هي ايه؟ ذا بيلدينج. فده الاوبجكت بتاعي. فطبعا المفروض ان انا هبتدي بالاوبجكت بتاعي اللي هو ذا بيلدينج. انا هنا المبنى او البيلدينج ده مفرد، فهاخد على اساسه هاز، وبعد كده بين، والتصريف التالت للفعل اللي هو design. طيب هو كان المفروض ان اقول ان المبنى تم تصميمه باي هيم بواسطته هو، او اقدر اشيل عادي باي هيم دي كلها، اقدر اشيلها، هي ما تبقاش ليها لازمه قوي يعني، عادي. اجي ممكن اقول the teacher has explained the lesson، فهقول ان the lesson has been explained by the teacher، ان الدرس تم شرحه بواسطة المعلم. بس كده. عندي جزئية تانية مهمة جدا وهي have أو has وبعد كده been to، وعندي جزئية تانية اللي هي have أو has gone to، وعندي جزئية تانية وهي have أو has been in أو a. طيب كل واحدة ليها معنى. have been to دي إن هي ذهب وعاد، have gone to معناها ذهب ولم يعد. طيب have been in أو at معناها مقيم، هو عايش هناك. ان بتيجي مع الاماكن الكبيره زي ان لندن، ان كايرو، وات بتيجي مع الاماكن الصغيره زي ات كلوب، ات اوتيل، زي ات سكول، ات هوسبيتال، كل ده. طيب الجزئيه اللي بعد كده، المفروض ان احنا عندنا شويه كلمات ده اللي اول ما اشوفها اعرف ان انا في البريزنت بيرفكت في المضارع التام، زي كلمه جاست معناها ايه؟ جاست معناها حالا. طيب التكوين بتاع جاست ان المفروض انها بتتكون من سبجكت، هيجي وراها الهاف والهاز عادي خالص، وبعد كده كلمه جاست والتصريف الثالث للفعل. طيب لما اجي اقول I have just met علي، يبقى انا لسه مقابل علي. طيب دي كده الجزئيه بتاعه just. عندنا بعد كده جزئيه تانية وهي already، ونركز فيها كويس جدا. already معناها بالفعل تقدر تيجي في موضعين في الجمله. اول جزئيه لما بتيجي في الجمله المثبته، تمام كده. تيجي في الجمله المثبته ازاي؟ ان انا بتكون من subject هيجي معاها have او has، وبعد كده already، وبعد كده التصريف الثالث للفعل. تانية والجزئيه ان انا ممكن ابتديها بسبجكت have او has، وبعد كده التصريف التالت للفعل، بعد كده احط في الاخر
الاخر already. يعني already جت في الاخر جت في النص، الاتنين صح طالما هي جملة مثبتة. بس تيجي تختلف في السؤال، تيجي في السؤال ازاي؟ قال لي لما تيجي في السؤال لازم تيجي تأتي في اخر السؤال، ومش في اخر السؤال وبس، ولازم يجي معاها جملة دهشة. ودي اهم حاجة بالنسبة لي، في already، في لما تيجي في السؤال تيجي فين في السؤال؟ في اخر السؤال، ولازم يجي معاها جملة دهشة. تيجي معاها جملة دهشة ازاي؟ طيب لما اجي اقول مثلا you are fast، انت سريع. طيب have you finished your homework already؟ انت سريع، هو انت خلصت الواجب بتاعك بالفعل. طيب دي جملة الدهشة. في حالة عدم وجود جملة الدهشة بقى، ساعتها بقى بنحط كلمة يت. في حالة عدم وجود جملة الدهشة بنحط كلمة يت، اللي هي معناها حتى الآن، لأن أساسا يت بتيجي برضو فين؟ قال لي بتيجي في آخر السؤال والنفي. يت تيجي في السؤال وفي النفي. أنا هنا اللي خلاني أحط already علشان عندي جملة دهشة، دي جملة الدهشة بتاعتي. لكن يت بحطها إمتى؟ في آخر السؤال وفي النفي. طيب لما أجي أقول I haven't finished my homework، يت هنا جت ليه؟ يت عشان في نفي. طيب لما أجي أقول have you finished your homework يت، أنا حطيت ليه يت؟ الجملة سؤال عادي خالص، سؤال ولا يوجد جملة دهشة، وما عنديش جملة. تمام كده؟ طيب يبقى يت عكس already بتقدر تيجي في الجملة المثبتة عادي خالص، وبتقدر تيجي في السؤال، بس عشان تيجي في السؤال لازم يكون في جملة دهشة. لكن يت هي بتقدر تيجي في آخر السؤال وبتيجي في آخر الجملة المنفية، بس لو هتيجي في السؤال بتبقى لازم تيجي بدون جملة دهشة. طيب عندي ايه تاني؟ عندي كلمة اسمها ever، وايفر معناها من قبل. طيب ever بتقدر تيجي في كام حاجة؟ قال لي ever بتقدر تيجي أول جزئية في السؤال. طيب هتيجي في السؤال ازاي؟ لما اجي أقول have you ever eaten كشري مثلا، هو أنت أكلت كشري قبل كده؟ طيب تقدر تيجي فين تاني؟ تقدر تيجي في الجملة. بس قال لي لما هتجيبها في الجملة العادية لازم تمشي ورا القاعدة دي، اللي هي ايه؟ it is the first time، it is the first time، وبعد كده تجيب subject have أو has، وبعد كده ever والتصريف التالت للفعل. وبالمناسبة الجزئية دي هي بتساوي جزئية من never برضو، هنقولها كمان شوية. طيب أقولها ازاي بقى الجملة اللي احنا لسه قايلينها؟ لما أجي أقول it is the first time I have ever eaten كشري، يبقى دي أول مرة ياكل فيها كشري. هي بتقدر تيجي في الجملة وبتقدر تيجي في السؤال. طيب هنخش على الجزئية اللي بعد كده وهي never معناها ايه؟ never معناها أبدا. هي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن النفي. طيب يعني ما ينفعش أحطها مع haven't أو hasn't في نفس الجملة، يا دي لوحدها يا دي لوحدها. يعني هاجي أقول I have never eaten كشري، يبقى never بتيجي في النفي. I have never eaten كشري، ودي اللي بتساوي الجملة اللي احنا لسه قايلينها من شوية بتاعت it's the first time. بس لو هحط never يبقى لازم اجيب في اخرها كلمة before، يعني never و before هي بتساوي it's the first time مع ever، يبقى never و before هي بتساوي it's the first time مع ever. طيب اقدر طبعا اقول I haven't eaten كشري عادي خالص، يبقى haven't دي النفي بتاعي هي بتساوي never، بس ما ينفعش اجيب الاتنين في نفس الجملة. الجزئية اللي بعد كده ان احنا عندنا since وعندنا for. طيب since معناها منذ، وفور معناها لمدة. for بتتكلم عن المدة ككل، طيب وسنس بتتكلم عن بداية الحدث. طيب بداية الحدث ازاي؟ لما اجي اقول I have lived here since 2014، يبقى انا عايش هنا من 2014. لو هعكس الجملة وادخلها وابدل since واحط for، يبقى I have lived here for قد ايه بقى؟ يبقى 12 years. يبقى انا جبت المدة كلها، لكن في since انت بتجيب البداية بتاعتك. طيب قال لي ان انت ممكن في since تستخدم معاها كلمة last، since last ويجي وراها مدة زمنية. المدة دي اللي هي قصدك ايه؟ زي كلمة week، زي كلمة month، وهكذا. طيب قال لي طب انت ممكن تجيب مع since كلمة the last ويجي وراها since، بس اللي هيجي مع since وذا last، يعني لو انت حطيت the وهتجيبها معاها since يبقى لازم اللي يجي وراها يكون حدث. يعني ايه حدث؟ يعني مثلا لما اجي اقول meeting دي كده تبقى الحدث. مثلا marriage كل ده ينفع معاه. طيب birthday the last birthday، وهكذا. طيب الناحية التانية مع فور، لو انت هتقول the last اللي بيجي وراها برضو المدة الزمنية زي كلمة week، زي كلمة month، وهكذا. والباقي عادي، مفيش بقى هنا مفيش for last، هي for the last على طول. طيب قال لي خلي بالك ان انت كلمة ago عشان ما نتلخبطش معناها منذ، ودي بتيجي مع الماضي البسيط. طيب وقال لي ان انت عندك كلمة since معناها منذ برضو، بس دي مع المضارع التام. طيب قال لي تقدر تجيب كلمة since وبعد كده تجيب معاها مدة زمنية، وبعد كده تجيب كلمة ago، ودي بتيجي مع المضارع التام. طيب المضارع التام يعني اقولها ازاي؟ مثلا I haven't met him since مثلا 2 years ago، يبقى انا ما قابلتوش منذ قد ايه؟ سنتين. كده مضارع تام عادي خالص. وكده باذن الله الحمد لله نكون خلصنا من الوحدة الاولى، وهنخش على الوحدة التانية
تانية وهي بتتكلم عن حالات اف الشرطية، ومش كل الحالات، هي بتتكلم عن حالة واحدة بس وهي الثيرد كونديشنال اف. الثيرد كونديشنال اف وهي الحالة الشرطية التالتة. الحالة الشرطية التالتة اللي هي بتتكون من ايه وهي بسيطة جدا اساسا، هي بتتكون من اف اللي هي بيبقى معناها ايه، لو او اذا. طيب اللي بيجي وراها بيبقى subject اللي احنا لسه قايلينه من شويه، اللي هو الاي والوي واليو والزي والهي والشي والات، وبعد كده الهاد، وبعد كده التصريف التالت للفعل. طيب الجزئيه التانية هي بتتكون من subject. عندك بقى ايه، ثلاث كلمات لازم نكون حافظينهم، هي would، وعندي كلمه could، وعندي كلمه might. الثلاث كلمات دول could would وmight بيجي وراهم have، وبعد كده التصريف التالت للفعل. طيب هو انا بستخدم الحالة التالتة في ايه؟ انا بتكلم بيها عن الندم واللوم. الندم واللوم. طب ازاي؟ هاجي اقول مثلا if she had studied hard، لو هي كانت ذاكرت بجد، she would have passed the exam. يبقى لو هي كانت ذاكرة بجد كانت عدت من الامتحان. يعني معناها ايه؟ ان هي ما ذاكرتش بجد لذلك ما عدتش من الامتحان. يبقى هي بتساوي بالظبط she didn't study hard، هي ما ذاكرتش بجد، بالظبط كده. يبقى هي دي كده الحالة التالتة بتاعت اف. هي ما فيهاش اي حاجة، بسيطة. ممكن تكون الحاجة اللي بتلخبط لو انا هحط اف في النص. طب لو هحط اف في النص كل اللي اعمله ايه، تاخد الجزء الاخير حطه قبل اف عشان تحط اف في النص. يعني القاعدة بتاعتي ان انا هحط اف في النص بالشكل ده. هشوف ايه اللي بيجي بعد اف. اللي بيجي بعد اف بيبقى subject، وبعد كده had، وبعد كده التصريف التالت للفعل. ايه اللي متبقي لي؟ اللي متبقي لي السبجكت، وبعد كده would وكود، وبعد كده might والهاف والتصريف التالت للفعل. بس كده. يبقى هي دي الفكره بتاعتي. يبقى انا دلوقتي عشان اكتب نفس الجمله يبقى هاجي اقول she would have passed the exam، او she would have passed the exam if she had studied hard. بس كده. اف هنا هي اللي فصلت فمش محتاج احط فاصله، لكن اف طالما جت في الاول هنا كده يبقى انا كنت محتاج ان انا احط فاصله في النص عشان افصل ما بين الجملتين. وكده نكون خلصنا الوحده التانية. هنخش بقى على الوحدة التالتة بتاعتي وهي بتتكلم عن الفيوتشر سيمبل. بتتكلم عن الفيوتشر سيمبل وبالأخص كلمة will اللي هي معناها سوف. will معناها سوف. برضو قاعدة بسيطة جدا وجميلة جدا. هي بتتكون من subject يجي وراها كلمة will، وبعد كده فعل في المصدر infinitive، فعل في المصدر بدون أي إضافات. طبعا النفي بتاعي بيبقى subject ويجي وراها كلمة will not، أو الكلمة المختصرة اللي هي want، وبعد كده infinitive وفعل في المصدر. وعشان أعمل سؤال ببتدي بwill ويجي ورا subject وبعد كده فعل في المصدر، والسؤال بتاعي هيكون بهل. السؤال بتاعي هيكون بهل. طبعا اهم جزئيه بالنسبه لي فيها وهي الباسيف المبني للمجهول اللي بيبتدي باوبجكت وبعد كده will be وبعد كده تصريف ثالث للفعل. يبقى object مفعول will be وبعد كده تصريف ثالث للفعل. ناخد بقى كده نكتب الجمل بتاعتنا ونقسمها جزئيه جزئيه، ونبتدي باول حاجه نيجي نقول مثلا she will play tennis، هي سوف تلعب تنس. هبدا عايز اقسم الجمله بتاعتي. اقسمها ازاي؟ ان الشي دي هي السبجكت، ويل ده المودال فيرب او الفعل الناقص بتاعي. طيب وبلاي ده المين فيرب اللي هو الفعل الاساسي بتاعي، والتنس دي كلها على بعض هي الاوبجكت. طيب يبقى انا دلوقتي عايز الاول انفي الجمله، يبقى هنزل شي وون بلاي تنس عادي خالص. طيب عايز اعمل سؤال يبقى هقول ويل شي بلاي تنس. طيب عايز بقى اعمل مبني للمجهول، ودي اهم حاجه بالنسبه لي. قال لي هتبتدي باوبجكت اللي هو مين؟ اللي هو التنس، فانا هبتدي بتنس عادي خالص اهو. وبعد كده قال لي هتحط مين؟ قال لي هتحط ويل بي، دي القاعده بتاعتي. بعد كده احط التصريف التالت للفعل بتاعي اللي هو بلاي، فهتبقى played. وكده نكون خلصنا الوحده الثالثه. هنخش بقى على الوحده الرابعه. الوحده الرابعه بتتكلم عن شويه مودال فيربس وهي must وكان وعندي. طيب نمسك واحده واحده. اول حاجه نتكلم عليها هي must. طيب must بتتكلم عن ايه؟ must بتتكلم عن الاوبليجيشن. must معناها يجب. طيب اللي بيجي وراها infinitive. طيب بتعبر عن ايه الاوبليجيشن؟ يعني ايه اوبليجيشن؟ يعني الزام، يعني حاجه ملزم انك تعمل. تعبر عن ايه؟ تعبر عن الالزام. طيب الزام يعني حاجه لازم تعمل. يعني ايه؟ you must follow safety rules. you يبقى لما اجي اقول you must follow safety rules يبقى لازم تتبع قواعد الامان. طيب must حاجه بتقدر تسويها، هي كلمه اسمها it's necessary for. it's necessary for وبيجي وراها الاوبجكت وبعد كده to والmust. القاعده دي بتساوي مين؟ بتساوي must. طيب يعني اقولها ازاي؟ يعني هاجي اقول it's necessary for you to eat healthy food، يبقى من الضروري انك تاكل طعام صحي. طيب خش على الجزئيه اللي بعدها. يبقى بعد كده نخش نتكلم على كان او كان. بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الإذن. يبقى كان أو كانت بتعبر عن الإذن. لما أجي أقول you can change your settings، you can change your settings. طيب يبقى برضو عرفت إن كان وكانت اللي بيجي وراهم
infinitive يكون فعل في المصدر، يبقى must وكان وشود التلاتة دول اللي بيجي وراهم بيكون infinite. طيب نخش على الجزئية اللي بعد كده وهي كلمة mustn't. خلينا نخليها في ورقة تانية. طيب mustn't دي هي النفي بتاع كلمة must. مظبوط. بتعبر عن ايه؟ عن المنع والتحريم. يبقى حاجة بمنعك عنها، بحرمك من انك تعملها، بيجي وراها طبعا infinitive. طيب mustn't بيجي وراها infinitive زي must زي should زي can وcan't وهكذا. طيب لما اجي اقول you mustn't lie about your identity online، اقولها ازاي؟ يبقى you mustn't lie about your identity online. يبقى لا يجب عليك الكذب عن هويتك عبر الانترنت. طيب هل في كلمات بتساوي mustn't بالظبط؟ في كلمات اول ما اشوفها هي بتساوي mustn't بالظبط. طيب ايه هي الكلمات اللي بتساوي mustn't؟ كلمة you are not allowed، you are not allowed to، وبيجي وراها infinitive. طيب في كلمة تانية اسمها it's against the law، it's against the law. طيب في كلمة عندي it's banned to، طبعا لو بيجي وراها تو المصدر طبعا، وباند تو بيجي وراها المصدر. طيب واخر واحده عندنا it's forbidden to، it's forbidden to وبيجي وراها infinitive. كل دي كلمات بتساوي مصدر. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن يجيب لي سؤال يقول لي you mustn't smoke here، ويقول لي انا عايزك تحط لي، يعتبره لي سؤال ريرايت ويقول لي عايزك تحط كلمه allow. طيب عشان احل سؤال زي كده يبقى انا دلوقتي طالما عايز احط allowed يبقى انا همشي ورا الحاجات اللي بتساوي mustn't. يبقى هقول له you aren't allowed to smoke here، يبقى انت غير مسموح لك انك تدخن هنا، وهشيل mustn't طبعا لان aren't allowed هي بتساوي mustn't. يبقى انا لازم اعرفه ان قبل allowed لازم يجي معاها verb to be اللي هم التلات حاجات الام والاز والار، واللي بيجي وراها to والمصدر. لازم ابقى واخد بالي من الموضوع ده. طيب خش على الجزئيه اللي بعدها وهي طبعا should وshouldn't. طيب نمسك اول حاجه هنتكلم عن should وshouldn't. طيب الاثنين should طبعا يجب، shouldn't لا يجب. بتعبر عن ايه؟ عن النصيحه. طبعا should وshouldn't بتعبر عن النصيحه. طيب يعني بيجي وراها فعل في المصدر. لما اجي اقول لك you should eat healthy food، you should eat healthy food بنصحك بانك تاكل طعام صحي. طيب في كلمات اول ما اشوفها بتساوي should، وكلمات اول ما اشوفها بتساوي should. طيب نمسك الكلمات اللي شبه should. طيب الكلمات اللي شبه should هي كلمه اسمها I advise you وبيجي وراها to والانفينيتيف. والتانية اللي بتساويها my advice to you is to، my advice to you is to وهيجي وراها infinitive. طيب ايه الكلمات اللي بتساوي shouldn't؟ دي عندي شوية كلمات بتساوي shouldn't برضه. مين هم الكلمات اللي بتساوي shouldn't؟ اول حاجة I advise you not to، I advise you not to وهيجي وراها infinitive. طيب التانية اللي هي you had better وبيجي وراها infinitive على طول من غير to. طبعا you had better ممكن تيجي بطريقة مختصرة وهقولها you had better ويحطها لي بأبوستروف دي، فاعرف ان دي اختصار لكلمة had. طيب عايزين جملة ممكن يجيبها لي ازاي في السؤال؟ ممكن يقول لي مثلا you should limit your screen time وعايز يحط لي كلمة advice في النص. احلها ازاي؟ you should limit your screen time، عندي should عايز ابدلها بكلمة advice، يبقى اقول له ايه؟ حاجة من الاتنين اللي فوق، يا اما I advise you to limit your screen time او my advice to you is to limit your screen time. هقولها له بالطريقتين. طيب يبقى اول طريقة يبقى هقولها له I advise you to limit your screen time، والتانية ان انا هقول له my advice to you not my advice to you is to limit your screen time. طيب بس كده وكده نكون خلصنا الجزء بتاع should وshouldn't وكان وcan't وmust وmustn't. نخش على الجزئية التانية بقى وهي الكونكتورز وهي الروابط بتاعتي. عندي الجزئية بتاعت الكونكتورز او اللي هي الروابط اللي هي عندي شوية تعبيرات بتقدر تدل على التناقض ما بين جملتين او فكرتين. ايه هم التعبيرات دول؟ اللي هي كلمة while وكلمة although وعندي كلمة اسمها even though. طيب كلهم بيجوا بمعنى بالرغم من وعلى الرغم من، كل دول بمعنى على الرغم من. طيب بيجوا ازاي؟ هو هيجوا ما بين تناقض ما بين جملتين. يعني على سبيل المثال ممكن اجي اقول although he is rich he isn't happy، على الرغم من هنا جاية على الرغم من ان هو غني بس هو مش سعيد. طيب عندي روابط تانية عندي كلمة اسمها on one hand و on the other hand. عندي كلمة اسمها on one hand والتكملة بتاعتها on the other hand، من الناحية ومن الناحية الأخرى. دي معناها من الناحية وبعد كده بكمل من الناحية الأخرى. طيب on one hand و on the other hand هي بتعبر عن إيه؟ هي بتعبر عن توازن ما بين الجملتين، بقدر أوازن ما بين الجملتين. على سبيل المثال طيب لما أجي أقول مثلا on one hand studying online is easy، ان التعلم عبر الانترنت يكون سهل. on the other hand على الناحية الاخرى it can be hard to focus at home،
خلينا كده نقسم. عندي جزئية الامبيراتيف اللي هي الصيغة الأمرية، هي بتتقسم نوعين. أول جزئية اللي هي البوزيتيف، وعندي الجزئية التانية اللي هي النيجاتيف، إيجابية وسلبية. طيب نخش على الجزئية بتاعت الإيجابية. أنا عايز أأمرك بطريقة إيجابية، هأمرك بإنك حاجة تعملها، إن أنا هبدأ بكلمتين، يا إما هبتدي بإنفينيتيف وأكمل بقية الجملة، يا إما ببتدي بكلمة always وبيجي وراها infinitive وبكمل بقية الجملة. طيب في النيجاتيف يا إما بستخدم كلمة don't وهيجي وراها infinitive، يا إما بيجي كلمة never وبعد كده infinitive وبكمل بقية الجملة. مثال، طيب لو إحنا نبتدي بإنفينيتيف هاجي أقول لك stay away from screen. stay away from screen as you can. طيب عايز احط always، هاجي اقول لك always eat healthy food. always eat healthy food، دايما كل طعام صحي. طيب بالنيجاتيف يبقى don't ويجي وراها infinitive، ان انا هاجي اقول لك don't waste your time. don't waste your time. طيب عايز احط never، يبقى اقول لك never waste your time. برضو انا هشيل don't واحط never، يبقى never waste your time. بس كده نكون خلصنا الوحدة الخامسة بتاعتنا. وكان نبتدي في الوحدة السادسة بتاعتنا اللي هي الدايركت والاندايركت سبيتش. الدايركت والاندايركت سبيتش هو الفكرة كلها ان انا الكلام المباشر والكلام الغير مباشر. نبتدي الاول الشرح بتاعنا بمثال. لما اجي اقول he said to me I play tennis. طيب اول حاجة عشان اعرف هي الجملة اللي قدامي دي دايركت ولا اندايركت، انا عشان اعرف ان هي دايركت واندايركت هلاقي الكوتيشن بتاعي. الكوتيشن بتاعي ده بيعرفني ان الجمله بتاعتي دايركت. طيب عايز احولها لاندايركت، يبقى لازم امشي ورا القاعده بتاعتي. اول حاجه عشان اعرفها قبل ما اغير اي حاجه ان الجمله اللي قدامي هنا بتكون في البريزنت، دي بريزنت سيمبل، مضارع بسيط. طيب لما تيجي تحول من دايركت اندايركت لازم تغير شويه حاجات. ايه هي؟ ان انت عندك كلمه اولا اسمها سي، دي بتتحول زي ما هي سي. طيب وعندك كلمه سيز تتحول زي ما هي في الاندايركت سيز زي ما هي. طيب ولقيت كلمه سيد بتتحول زي ما هي برضو سيد. طيب ايه الحاجات اللي بيبقى فيها شويه تغيرات؟ ان لما يجي يقول لي كلمه سي تو دي بتتحول لكلمه تل. طيب لو لقيت كلمه زي كلمه سيز تو بتتحول لكلمه تل. طيب ولو لقيت كلمه اسمها سيد تو بتتحول لكلمه اسمها تولد. كلمة say معناها يقول، وتولد أو تل يخبر أو أخبر. طيب في كل اللي فوق ده ما بيجيش معاه مفعول، بس أي حاجة فيها to أو تل لازم يجي وراهم object أو مفعول زي الجملة اللي قدامنا. he said to me، هو أخبرني أو قال لي. طيب حاجة تانية لازم أبقى عارفها، إن أنا لو لقيت جملة عندي present simple، لو لقيت جملة عندي present simple لازم تتحول للpast simple، ماضي بسيط. يبقى لو مضارع بسيط تتحول لماضي بسيط. طيب لو present continuous يبقى لازم تتحول لpast continuous، ماضي بسيط. طيب لو قدامي present perfect اللي هو المضارع التام يبقى لازم تتحول lpast perfect، الماضي التام. طيب لو عندي بقى كلمة زي كلمة will أو can أو may هتتحول لإيه؟ قال لي ويل هتتحول لوود، مظبوط، وكان هتتحول لكود. طيب ومي هتتحول لماي. يبقى انا لازم اكون واخد بالي من شويه التصريفات او الاشكال دي. طيب لو لقيت كلمه زي كلمه must هتبقى had to، لو لقيت كلمه زي كلمه must تحول الناحيه التانية ل had to. طيب لو لقيت كلمه زي shall هتتحول لشود. طيب ناخد بقى على المثال اللي قدامنا ده. عايز احول الجمله دي لغير مباشر. طيب اول حاجه هنزل هي زي ما هي. طبعا set to عشان انا عندي هنا كلمة set to بتتحول لكلمة told. طيب told مين؟ told me تنزل زي ما هي. قال لي الكوتيشن دي تتحول لكلمة that، تتحول لكلمة that، يبقى احنا هنكتب that. I مش هتنفع تنزل ليه؟ لان هو اللي قال، هو لعب تنس، يبقى لازم تكون عايدة عليه هو، يبقى هي. وبلاي مضارع هتبقى ماضي played تنس. بس كده يبقى احنا كده حولناه، ومش هنحط كوتيشن ولا حاجه، هنحط الفول ستوب بتاعتنا عادي خالص. طيب ناخد بقى شويه امثله على الحاجات دي، لان هي اهم حاجه، هي هتيجي بالامثله اكتر. طيب عايزين ناخد جمله مثلا في البريزنت كونتينوس. ناخد جمله في البريزنت كونتينوس نقول مثلا said they said ونحط الكوتيشن بتاعتنا we are reading books now. we are reading books now. طيب دلوقتي بقى انا عايز ابدا احول. دي كده ايه؟ عرفنا ان دي دايركت عشان الاقواس اللي عندنا. عرفت ان هي ام وايز وار وجي وراها فيرب اي ان جي، يبقى ده كده مضارع مستمر. يبقى انا عايز احولها ماضي مستمر. طبعا بدل ام وايز وار بتبقى ووز وير عشان احولها في الماضي المستمر. طيب احولها ازاي؟ يبقى انا هنزل زي ما هي، وسد قال لي بتنزلها زي ما هي. الكوتيشنز بتاعتك بتحولها لكلمة ذات، وهنزل كلمة
وي عادي خالص، او مش هقدر انزل وي. ليه مش هينفع ننزل وي؟ عشان مش احنا، هما اللي قالوا، يبقى هما. طيب يبقى they بدل are هتبقى were، لان were بتيجي مع الجمع. reading books. طب now دي هنعمل فيها ايه؟ قال لي لا، now دي غلط، مش هتنفع تنزل زي ما هي كده، فبتتحول لكلمة اسمها then. اذا انت عندك برضو تحويلات للازمنه برضو. لما باجي بغير الوقت الزمني لازم اغيره، هبقولها لك كمان شويه. طيب نخش على جزئيه تانية دي كده في البريزنت كونتينوس. طب ناخد واحده لو كانت باست سيمبل. يعني انا لو لقيت جمله في الباست سيمبل اعمل فيها ايه؟ قال لي بتحولها لباست بيرفكت. ايه ده؟ يعني انا ممكن الاقيها ماضي بسيط. بتحولها للماضي التام. الماضي التام اللي هو بيتكون من subject، وبعد كده had، وبعد كده التصريف التالت للفعل. طيب ناخد جملة. حاجة اقول مثلا I traveled to London last week. طب اوريكم شكل تاني عشان ما يبقاش فيه لخبطة. I traveled to London last week. طيب فين فعل القول بتاعي؟ هاجي اقول said my friend، صديقي اللي قال. طب خلاص احلها ازاي؟ بكل بساطة برضو هاجي اقول خلاص انا عرفت ان الاقواس دي ببدلها بكلمة ذات، وعرفت ان دي دايركت، فاقول my friend said عادي خالص، الاقواس تتحول لكلمة ذات. طبعا I دي عايدة على صديقي، يبقى مين؟ يبقى هو he. بدل travel ده هتبقى ايه؟ امشي ورا القاعدة. had traveled لفين؟ to London. طبعا هشيل كلمة last week دي كلها، وهتتغير لايه؟ the previous week. the previous week. طيب ناخد واحدة تانية كده من ال present perfect لل past perfect، ولا ناخد واحدة من ال present perfect لل past perfect، ولا أقولك ناخد واحدة من ال modal verbs، اللي هو نيجي نقول مثلا he said I will go a party next week. I go a party will next week. طيب أحلها ازاي دي؟ كنا هنمشي بنفس الخطوات. he هتنزل زي ما هي، said هتنزل زي ما هي، ال الابوست الكوتيشن بتاعتي هتتحول لكلمة ذات. اي عايدة عليه هو، فهتبقى هي. بدل will هتبقى would، وبرضه would اللي بيجي وراه فعل في المصدر go a party. بس طبعا next week دي كلها على بعض هتتغير بتاعتي لكلمة ايه؟ the following week. the following week. طيب يبقى احنا كده حولناها. قال لي في جزئيتين مهمين جدا وتركتين لازم اخلي بالي، او تلات اجزاء مهمين جدا لازم اخلي بالي منهم. امتى ما غيرش زمن الجمله؟ ما انا متعود ان انا بغير من البريزنت سيمبل لباست سيمبل، من بريزنت كونتينوس لباست كونتينوس، وبحول الازمنه بتاعتي من المضارع للماضي ايا يكن الزمن بتاعها. طب في اوقات ما اقدرش اغير فيها. لا يتم تغيير الزمن اذا كان فعل القول بتاعي سيز. لا يتم تغيير الزمن في ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ لو كان الفعل بتاعي سيز، لو لقيت سيز ما بغيرش الزمن. طيب ايه تاني؟ لو كنت بتكلم عن حقائق علمية ثابتة، اهو حقائق علمية ثابتة. طيب ايه الجزئية التالتة بتاعتي؟ ان انا لو لقيت كان عدت عليها فترة زمنية صغيرة. لو كانت الفترة فترة زمنية قصيرة، فترة زمنية قصيرة. طيب الفترة الزمنية القصيرة دي اللي هو فيها كلمات دالة. الكلمات الدالة زي ايه؟ زي كلمة said a moment ago. طيب في كلمة تانية، في كلمة تانية short time ago. في واحدة كمان just said، او he has just said. طيب في واحدة كمان just now. طيب الكلمات دي بتعبر عن الفترة الزمنية القصيرة، وهناخد دلوقتي مثال على كلمة says، وناخد مثال على الحقائق بتاعته. طيب ناخد على الجزئية بتاعت says الأول. لما أجي أقول he says بتاعت says الأول، لما أجي أقول he says I will give a party. he says I will give a party. أحولها إزاي؟ قال لي برضو بنفس الطريقة. أنا طالما لقيت says يبقى أنا ما بغيرش الزمن بتاعي، يبقى هنزل he عادي خالص، وسيز هتنزل زي ما هي. طبعا الكوتيشنز بتاعتي هتتحول لكلمة ذات عادي خالص. طيب اي عايدة عليه هو، فهنزلها هي، وهنزل will عادي خالص، وهنزل give apart. بس كده نزلت الزمن بتاعي. طب لو بتكلم عن حقائق علمية ثابتة، طيب ايا يكن فعل القول بتاعي ايه مش هتفرق. انا اهم حاجة ان الجملة اللي انا هتكلم عليها هي هتكون بتتكلم عن حقائق علمية ثابتة. طيب ازاي هتتكلم عن حقائق علمية ثابتة؟ ناخد المثال ده. لما اجي اقول عليه سيد، نحط الكوتيشنز بتاعته. water evaporates by heat. water
evaporates by heat، ان انا بقول ان المية بتتبخر بواسطة الحرارة. طيب دي حقيقة علمية ثابتة ما فيهاش اي جدال، فانا مش هغير الزمن بتاع الجملة. طيب يبقى ننزل عالي عادي خالص، واول ما اشوف سد انا بنزل سد زي ما هي. الكوتيشنز بتاعتي بتتحول لكلمة ذات. بعد كده هنزل ووتر عادي خالص، ووتر اهي evaporates by heating، ما فيهاش اي مشكلة. يبقى انا دلوقتي عندي تلات جزئيات ما بغيرش فيهم زمن الجملة، لو لقيت كلمة سيز، لو لقيت الحقائق، لو لقيت فترة زمنية. دي التلات أجزاء المهمين اللي عندي، إن أنا ما بغيرش أي حاجة فيهم. بس كده ونكون الحمد لله خلصنا مراجعة المنهج كامل، وبإذن الله استنوا مني فيديو بإذن الله نحل فيه النموذجين الاسترشاديين اللي نزلوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.